يلا يا حماتي مد ايدك، بسم الله كلي. يلا يا عيال كلوا. لا لا لا، انا هستنى حسين لما يجي من الشغل. كلي يا حماتي كلي عشان تاخدي العلاج بتاعك. لا لا لا، انا هستناه، مش هاكل دلوقتي الا لما يجي حسين الاول، لما يجي ابني هبقى اكل. طب والعلاج اللي انت بتاخديه ده مش المفروض ميعاده يبقى بعد الاكل يا حماتي؟ لا 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 لا، معلش، كلوا انتوا واكلي عيالك، انا هستنى حسين ابني لما يجي وهبقى اكل معاه. يا حماتي انا خايفه عليك، انا عايزاكي تاكلي كده وتتغذي، انت شايفه وشك بقى هفتان وتعبان ازاي؟ معلش لما يجي ابقى اكل معايا يا ستي، مش مشكله. اكلي انت بس عيالك. طب بقول لك ايه يا مصطفى؟ نعم يا ماما. راح انده لابوك في الورش، قول له تعالى عشان تيتا مش راضيه تاكل الا لما انت تيجي. ما تتاخرش يا حبيبي عشان تيتا تلحق تاكل وتاخد العلاج بتاعها. حاضر يا ماما. طب نقنقي كده يا حماتي على ما يجي. لا والله ما انا ضايقه حاجه ولا حاطه اي حاجه في بقي الا لما ابني يجي. خد يا ولا مصطفى، اقول لك خد الفلوس ديت وانزل هات لستك جبنه، ما تتنحليش كده ياض، يلا انزل. ما الاكل جوه اهو يا بابا. انزل انت بس هات الجبنه اللي قلت لك عليها، يلا انزل. انتوا كلتوا ولا ايه من غيري؟ لا والله يا حبيبي قاعدين مستنينك اهو عشان تاكل معانا، وعشان كمان ناكل مع بعض، هي اللقمه هتحلو من غير ما ناكل مع بعض. تمام. تعالى يا حبيبي كده اقعد جنب مراتك وبنتك وانا هروح اقعد الناحيه التانية. خدي يا بوسي حته الفرخه دي، وانت يا رانيا خدي يا رانيا. شكرا يا حبيبي شكرا. وعيني بقى حته الفرخه دي الواد مصطفى. ومامتك يا حبيبي، مامتك فين؟ لا امي ما تاكلش فراخ ولا كلام من ده خالص. ليه يا حبيبي ما تديها يا ابني فراخ؟ لا عشان الدكتور منعها من اكل الفراخ. امي يا حاجه انا بعت الولد يجيب لك جبنه. حاضر، انا نسيت برضو الدكتور قال لي كده. انا هروح اصلي بقى. اخص عليك يا اخي، يعني هي قاعده من صباحيه ربنا قدام الصينيه مستنياك اقول لها كلي، تقول لي لا انا هستنى ابني، اقول لها يا ماما كلي عشان الدواء، تقول لي لا انا مش هاكل من غير ابني، وانت تيجي تكسر بخاطرها كده. بقول لك ايه، انا ما بحبش حد يعدل عليا، انا الكلمه اللي اقولها تتسمع، هو الدكتور قال لها كده، وقال لها تقلل من الاكل وما تاكلش حاجات من دي. بس حرام عليك، انت بقالك مده طويله مناعه من اكل اللحوم والفراخ. طب اديها حتى فص يا اخي، فص واحد. كل انت والعيال بس واملوا بطنكم، هي ما ياما كانت بتاكل، ما خلاص بقى. طيب انا هقوم اعين الفرخه بتاعت مصطفى على ما يجي. قومي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، كل مره تكسر بخاطرها كده اهو، تبقى قاعده يعني عامله حسابها انها تاكل، وفي الاخر يجي يقومها من على الاكل، وكل مره تقولها لا هستنى ابني. بقول لك ايه بقى يا حماتي، انا جبت لك حته الفرخه بتاعتك ايه عشان تاكليها. كليها، العلاج على فكره مش هيأثر يعني ولا هيعمل اي حاجه. لا يا بنتي كتر خيرك، انا هسمع كلام ابني. هو اصلا الدكتور كان قايل له كده وانا كنت ناسيه يعني. انا هاكل لقمه بجبنه وخلاص، والعلاج يعني هيفرق لقمه بجبنه ولا لقمه بفرخه؟ هو معلش خايف عليك عشان بيحبك قوي والله، وخايف يجرالك حاجه، عشان كده منع عنك الحاجات اللي فيها دهون يعني زي الفراخ واللحمه والحاجات دي، لكن هو قلبه بيتقطع عليكي برضه، قاعد زعلان خالص ويقول لي لا انا مش جايلي نفسي اكل، انا زعلان عشان خاطر امي. ربنا يكرمك يا بنتي، شكرا يا حبيبتي، انا مش عايزه اكل. طب عشان خاطري تاخدي الفص ده من ايدي. معلش يا بنتي انا مش قادره احط الفراخ في بقي، وعشان كمان الدكتور هو اللي قال كده. طب كل اي حته من الفرخه بس يا حماتي. يا بنت انا اكلت خلاص وعملت سندوتش بالجبنه اللي هو قال لي عليها. شكرا يا حبيبتي كتر خيرك. اخص عليك يا ابني، مستكتر تاكل امك حته فرخه، بتشيلها من قدامي عشان تديها لمراتك وعيالك، ده انا ياما شلتها من بقي عشان اكلها لك وعشان اديها لك انت واخواتك، كنت بقعد طول اليوم جعانه واقولهم ما ياكلوا وانا لا مش مهم، وفي الاخر مراتك تبقى حنينه عليا اكتر منك بعد كل اللي عملت عشانك. ده انت لما بيتك وقع قلتلك تعالى اقعد في بيتي يا حبيبي وخد معاش واصرف ولا يهمك، وقعدت معايا اكتر من 2 ولا عمري كلمتك ولا قلتلك تلت التلاتة كام، وكنت اديك تشتري وتجيب في الوقت اللي ما كنتش بتشتغل فيه، والوقتي مستكتر تديني لقمة عشان جاي اكل معاكم النهاردة. اخص عليك يا ابني، انا هروح بيتي اولى بيا، الحمد لله ان ليا بيت. بقولك ايه، هو انت مش هتروح تبص على مامتك بقى؟ ده يوم ما مشت من الشهر اللي فات ما رحتش زرتها ولا اطمنت عليها خالص. مش انت يا بنت بتروحي لها البيت وبتطمني عليها وتيجي تقولي ان هي كويسه وزي الفل؟ خلاص هروح اعمل ايه انا بقى؟ دي امك يا اخي، انت مش عايز تروح تطمن عليها بنفسك ولا ايه؟ اما افضى كده بس ابقى اروح لها، انا ورايا مشوار مهم قوي لازم اروح الاول، ومش فاضي بقى للكلام الكتير بتاعك ده. اه
اه ايه ده؟ مالك يا حبيبي، في ايه؟ الحقني يا مصطفى. ايه يا ماما، في ايه؟ بطني معدتي بتتقطع. اجري يا واد يا مصطفى، نادي للدكتور اللي على اول الشارع ده، قول له تعالى بسرعه عند بابا عشان بابا تعبان قوي. حاضر يا ماما، بسرعة وهجيلك اهو. اقعد استريح شويه، اقعد. هيا يا ماما، الدكتور قال ايه لبابا؟ سبحان الله والله يا واد يا مصطفى، الدنيا دي سلف ودين. كان كل ما ماما تيجي تقعد تاكل معانا هنا عشان تاكل معانا لقمه فراخ ولا لحمه، يشيل الاكل من قدامها ويقول لها الدكتور قالك ممنوع. سبحان الله، الدكتور منعه من اكل الحاجات دي كلها، منعه من اكل اللحوم والفراخ والاسماك، ما ياكلش الا خضار مسلوق وبس. قال له عشان معدته تعبانه جدا، منعه من الاكل ده خالص. اوعى تفكروا ان الدنيا دي دايما حد، والله ما هي دايما حد. اللي بيستقوى نفسه واللي مفكر نفسه هيفضل طول عمره قوي، وانه هيفضل طول عمره كده بصحته، ما يعرفش ان الدنيا دوارة، واللي بيعمله في الناس هيطلع عليه وهيتعمل فيه. وده اللي حصل مع جوزي، قاعد يمنع من مامته الاكل كله، ودلوقتي جه الدكتور ومنعه من كل الاكل اللي كان بيمنع عنه مامته. انت رايحة فين يا ماما؟ راح لحماتي، هقول لها تدعي لابنها، يمكن ربنا يستجاب ويشفيه ويرجع الحلو زي الاول. اصل دعاء الام ده يا مصطفى مهم قوي، من غيره حياتك كلها هتبوظ. الا الام يا مصطفى، الا الام. ماما انا جعان وعايزه اتعشى. ها؟ تتعشى؟ عشا ايه يا ابني اللي انت بتقول عليه ده؟ طب اعمل ايه يا بابا دلوقتي، انا جعان. هو ايه يا حاجة اللي مخلي الواد جعان في الوقت ده كده؟ وانا ايش عرفني يا حاج؟ ده انا مفطرة كويس النهاردة. هو انت يا ابني مفتري؟ انت بتيجي على بوك كده ليه؟ مش انت فطران النهارده كويس؟ بتدور على العشاء ليه بقى؟ ما هو الفطار ده يا بابا كان الصبح، وانا من الصبح مفيش حاجه دخلت في بطني. طب اسمع بقولك ايه، تختاري العشاء ولا الفلوس؟ العشاء ولا الفلوس؟ العشاء ولا الفلوس؟ لا طبعا الفلوس، عشان اجيب بيها اللي انا عاوزه. لكن ان انا جوع ممكن ياكلوني عيش حاف، دول اهلي وانا عارفهم. هختار الفلوس يا بابا. طب خلاص اتفقنا، انا هديك فلوس وتبات من غير عشاء. موافق يا بابا. خد امسك يا حبيبي امسك. شكرا يا بابا، انا هدخل انام اهو من غير عشاء. ما انت خدت فلوس يا روح امك. انا دلوقتي اللي عايزة اعرفه يا حاج، انت ازاي هان عليك تطلع له فلوس وتديها له؟ هو انت كويس يا اخويا؟ لا يا حاجة انا مش عايزك تقلقي خالص، انا مديله الفلوس وانا في كامل قوايا العقلية. يلا بينا نقوم ننام يا حاج، ولا انت كمان هتقولي لي انا عايزه اتعشى عشان تكمل بقى؟ اتعشى؟ لا يا اخويا، احنا متفقين وجبة واحدة في اليوم، ولا انت نسيت؟ جدع يا حاج، ايوه كده شاطرة. تربيتك يا حاج. يلا ابص على ايدك ننام، بدل ما حد فينا يتعب ولا حاجة، ونجيب دواء. يا لهوي، دواء؟ فلا الله ولا فلك يا حاج. طب يلا بينا ننام بدري بدري قبل ما الجو يحرر ونضطر نشغل المروحة. يا لهوي، مروحة؟ فلا الله ولا فلك يا حاج. كويس ان نام وبيشخر. يا ترى الواد ده شايل الفلوس فين؟ اكيد شايلهم تحت المخدة، عيل خلبوص. اهي لقيتها، اما الحق اطلع بقى قبل ما يصحى. صباح الفل يا بابا. صباح الفل يا ماما. صباح الفل يا حبيبي. اهلا، صباح الفل يا حبيبي. طبعا دلوقتي انت هتقول لي انا جعان وعايز تدفع. طبعا يا بابا، ده انا جعان وميت من الجوع كمان. او ما حضر الفطار يا حاج؟ هتحضريه على كام يا حاج؟ حضره على 3 يا حاج. لا، لما نشوف الاول هنحضره على كام. هما بيعاملوني كده ليه؟ يكونش انا مش ابنهم ولا يئن على باب جامع، بس حتى لو مش ابنهم مش هيعاملوني كده. انت فين الفلوس اللي انا اديتها لك امبارح؟ شايلها يا بابا. محافظ عليها يعني؟ اكيد يا بابا. طب خش هات لي الفلوس، لو جبت لي الفلوس هتقعد تفطر معانا، ولو الفلوس دي ضيعتها مالكش عندنا فطار. صح ولا انا غلطان يا حاج؟ عداك العيب يا حاج، هو انت بتقول حاجة غلط برضو؟ هخش اجيبها لك يا حاج عشان اقعد افطر معاكم، ده انا محافظ عليه، ما تقلقش يعني. طب يلا روح هاتهم ونخش يا ولية حضري الفطار على 2. ليه يا حاج مش نصبر الأول يمكن يلاقي الفلوس ونحضره على 3؟
يلا يا ولية قومي اسمعي الكلام ده، ابنك فاشل مش هيلاقي حاجة. هتقومي تحضريه على 2 بس ولا تحضريه على 1؟ لا يا حاج، على 1 ايه ده؟ انا على لقمة الفطار من امبارح. يا ما كان نفسي اخلي الفطار على 1 بس. يا حستي السودا انا يما، هي الفلوس راحت فين؟ ادي اخر